شفتو. انا كنظن انها متكافئه كانت، لان يمكن اولمبيك اس في سيطروا على الشوط الاول، حنا استطعنا باش نمتلكوا الكره اكثر في الشوط الثاني. يمكن اللياقه البدنيه ديال فريق الشباب المحمديه ما ساعدناش اليوم، يمكن النفسيه ديال اللاعبين ماشي اللياقه البدنيه، لان كنا عارفين شنو وقع. فالشوط الاول بطبيعه الحال سيطروا الاولمبيك الاسفي بدون خطوره، كان شوط متكافئ، ما كانوش فرص نهائيا لا بالشباب المحمديه ولا الاولمبيك الاسفي. استطعنا باش نسجلوا في الشوط الثاني، مع كامل الاسف بقى 7 دقائق ما قدرناش نحافظوا على النتيجه. اضطرينا نعملوا تغييرات اللي هي كانت اضطراريه ديال المخلي. يمكن الاحتياط اللي بقاو عندنا 3 مدافعين، ما عندنا حتى شي مهاجم، لان الملوي اخر حصه البارح وصاب، ما كان عندنا حتى شي مهاجم. شاركنا جميع المهاجمين، زغلا، ناقوس، كمال، يعني الجميع. فمع كامل الاسف ما قدرناش نحافظوا على النتيجه في 7 دقائق الاخيره. نقول هارد لك الشباب المحمديه، نعاودوا ان شاء الله، ومبروك للاولمبيك اسفي لانهم قدموا المباراه بصراحه جيده. وفي نفس الوقت نقول اللاعبين شباب المحمديه تبارك الله عليكم، قدمتوا مباراه كبيره، درتوا مجهود كبير، يعني عطيتوا داك الشيء اللي عندكم، لكن مع كامل الاسف ما استطعناش باش نفوزوا اليوم. وان شاء الله نحاولوا نعاودوا في المباريات القادمه. كما عارفين الجميع نديروا نروح في شباب المحمديه، تبعتوا شنو وقع في خلال الايام الاخيره. كاينه مشاكل، خاص التدخل في اقرب وقت، لان الوضع صار اصعب، خصوصا بعد الهزيمه اليوم صار الوضع اصعب، لان انا اللي عايش مع اللاعبين وكنسمع وكنشوف شنو واقع، فالوضع صار اصعب، صعيب جدا. لهذا يجب التدخل في اقرب وقت، والا تكون الهزائم متتاليه. كيفاش غيكون الوضع امام المباراه القادمه امام الوداد؟ غنتسناو الايام القادمه شنو غتقول. باقي لنا اسبوع، غنحاولوا ندربوا فيه ونحاولوا نجهزوا اللاعبين نفسيا، لان المشكل عندنا ذهني، ما عندناش مشكل لاعبين. الحمد لله لاعبين عندنا يمكن يقارعوا فريق الوداد ويقارعوا اي فريق في البطوله الوطنيه، لكن ذهنيا حنا ما جاهزين، وهذا الشيء كان واضح اليوم باين علينا. فإلا استطعنا نجهزوهم ان شاء الله ذهنيا في الاسبوع القادم، يمكن نلعبوا امام اي فريق، ماشي الوداد.